ناس كتير بتصاب بأمراض ضغط الدم. يعني إيه أصلا ضغط الدم؟ إيه أسباب ارتفاع وانخفاض ضغط الدم؟ إزاي نتجنب الأسباب دي؟ لو عايز تعرف يبقى أنت محتاج تشوف الفيديو ده. السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد مع أحمد أبو زيد. ضغط الدم بكل بساطة هو قوة دفع الدم على جدار الأوعية الدموية خلال سريانه في الجسم، وضغط الدم بيقاس بوحدة المليمتر زئبق، وبيكون فيه ضغط دم انقباضي اللي هو السيستول، وده بيكون أثناء انقباض عضلة القلب، وده بيمثل الرقم الأعلى. على الجانب الآخر ضغط الدم الانبساطي اللي هو الدايستول، وده بيكون أثناء راحة القلب، وده بيمثل الرقم الأقل. يعني إيه يا أبو حميد ضغط دم انقباضي ويعني إيه ضغط دم انبساطي؟ أنا مش فاهم حاجة. هنضرب مثال علشان نوضح الموضوع. بتسمع كتير والمقولة الشائعة أن ضغط الدم المفروض يكون 120/80. 120 دي بتمثل ضغط الدم الانقباضي أو السيستول، وال80 بتمثل ضغط الدم الانبساطي أو الدايستول. وطبعا عايز أقولك إن ضغط الدم بيكون ليه رينج معين، يعني مش رقم محدد وثابت. يعني مفيش حاجة اسمها إن ضغط الدم لازم يكون 120/80، يعني لو 121 يبقى ضغطك عالي. الكلام ده مش صحيح خالص. ضغط الدم بيكون لرينج معين، طول ما أنت في الرينج ده فأنت ضغط الدم بتاعك طبيعي. أمراض ضغط الدم. كلنا عارفين إن أمراض ضغط الدم نوعين، يا إما ارتفاع ضغط الدم الهايبرتنشن أو انخفاض ضغط الدم الهايبوتنشن. ارتفاع ضغط الدم أو الهايبرتنشن. إمتى أحكم على شخص إن ضغط دمه عالي؟ لما أقيس له الضغط وألاقي إن ضغطه الانقباضي أعلى من 140 ملم زئبق، وضغطه الانبساطي أعلى من 90 ملم زئبق. وأظن دلوقتي إنك بقيت عارف يعني إيه ضغط انقباضي ويعني إيه ضغط انبساطي. طيب يا أبو حميد، إيه أسباب ارتفاع ضغط الدم؟ أسباب ارتفاع ضغط الدم نوعين: ارتفاع ضغط دم أولي، وده النوع الأكثر شيوعًا، وده بيكون لسبب مجهول غالبًا، بيكون بسبب تقدم العمر وضعف مرونة الشرايين. والنوع التاني ارتفاع ضغط الدم الثانوي، وده بيكون ارتفاع في ضغط الدم بسبب مرض معين أو دوا أنت أخدته أو إلى آخره. على سبيل المثال، أنت بتحب تحط ملح كتير في الأكل، ودي من الأسباب اللي بتعمل ارتفاع في ضغط الدم. أو واحد لا قدر الله عنده ورم في الغدة الفوقكلوية، فده بيخلي الغدة تفرز هرمون الألدوستيرون أو الأدرينالين بصورة كبيرة جدا، وده بيسبب ارتفاع في ضغط الدم. أو شخص عنده مشكلة في الكلى، وده بيؤدي إلى تضييق الشريان الكلوي، وبينتج عنه إفراز هرمون الألدوستيرون برضه، وده بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. وغالبا مرض ارتفاع ضغط الدم ملوش أعراض، وعلشان كده أطلقوا عليه لقب القاتل الصامت. إزاي نتجنب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم؟ لازم أحافظ على نمط حياتي، وده بيكون إزاي؟ أحاول إن أحصل على وزن صحي، لأن زيادة الوزن وتراكم الكوليسترول ليه دور في ارتفاع ضغط الدم. أحاول إن أقلل من تناول الملح، آكل وأشرب مواد فيها ملح البوتاسيوم زي الموز، أمارس رياضة. طيب يا أبو حميد، في حالة إن الشخص ضغط دمه علا أكتر من مرة في وقت قليل، إيه الحل؟ في الحالة دي لازم تروح للدكتور، علشان غالبا هيكتب لك علاج وتمشي عليه علشان يظبط لك الضغط. انخفاض ضغط الدم أو الهايبوتنشن. إزاي أحكم على شخص إن ضغط دمه منخفض؟ ده لما أقيس له الضغط وألاقي إن ضغط دمه الانقباضي أقل من 90 ملم زئبق، وضغط دمه الانبساطي أقل من 60 ملم زئبق. طيب يا أبو حميد، إيه أسباب انخفاض ضغط الدم؟ لما تقف فجأة بعد ما تصحى من النوم مباشرة، أمراض الجهاز العصبي، النزيف واللي ممكن يؤدي إلى انخفاض حجم الدم وممكن يؤدي إلى الجفاف، عدم انتظام ضربات القلب، مشاكل في الرئة،
ضعف عضلة القلب أو الهارت فيلير، الحمل، درجات الحرارة القصوى زي ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو انخفاض شديد في درجة الحرارة. أعراض انخفاض ضغط الدم اللي ممكن يظهر عليك يخليك تعرف إن ضغطك منخفض: الدوخة، فقدان الوعي، الغثيان أو القيء، رؤية مشوشة، تنفس سريع، إرهاق وخمول، وصعوبة في التركيز. الأعراض دي تخليك تاخد بالك إن ممكن يكون ضغطك منخفض، ولكن لا تؤكد ذلك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لازم لما تحس بالأعراض دي تروح تقيس الضغط، لأن ممكن الأسباب تكون لمشكلة تانية خالص غير الضغط. إزاي نتجنب الإصابة بمرض انخفاض ضغط الدم؟ اشرب سوائل بشكل كافي يوميا. لما تصحى من النوم ما تقومش فجأة، استنى شوية في مكانك لحد ما الجسم يتكيف مع الوضع الجديد. حافظ على نظامك الغذائي، ضيف ملح لنظامك الغذائي، وده عكس اللي قلناه في الضغط العالي لو فاكر. أعمل إيه يا أبو حميد لو ضغط دم انخفض أكتر من مرة في وقت قليل؟ في الحالة دي لازم تروح للدكتور ويكشف عليك ويكتب لك علاج علشان يظبط لك الضغط. أمراض ضغط الدم من الأمراض الأكثر شيوعًا في مصر والعالم، واللي لازم نهتم بيها علشان نتجنب مضاعفاتها اللي ممكن تؤدي إلى الوفاة، وعلشان نحافظ على صحتنا. وبس كده، سلام.